شفت الفيديو ده النهارده وزي ما انتم شايفين الشخص اللي نط في البسين اتخبط في الارض وغالبا اغمى عليه. الغريب مش اللي حصل له، الغريب ان اللي حواليه ما اخدوش بالهم منه او خدوا بالهم بس ما استوعبوش اللي بيحصل ولا عرفوا ازاي يتصرفوا. الحقيقه ان ده مثال واضح على حاله بتحصل لكتير مننا اسمها اجهاد الدماغ وفقدان الحساسيه العصبيه، واللي للاسف بتزيد مع الاستهلاك المفرط للسوشيال ميديا وكثره المنبهات اليوميه. اللي بيحصل ان كل يوم مخنا بيتعرض لعشرات الاخبار، كوارث على اكتشافات على فضايح، وكل ده في اقل من دقايق. الفكره هنا ان المخ البشري مش متصمم يتعامل مع الكم ده من المنبهات في وقت قليل كده، فلما يتعرض لصدمه ورا صدمه بيعمل حاجه ذكيه جدا، وهي انه بيقلل الاستجابه. ودي آلية حمايه عصبيه عشان المخ يحافظ على نفسه. المشكله ان ده بيولد بلاده، والبلاده دي ما بتجيش لوحدها، لكن بيجي معاها تركيز اقل، تفاعل اضعف، احساس ان كل شيء متشابه، فقدان الدهشه، فقدان الغضب، وفقدان التعاطف. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي كارثه بتحصل واللي حواليك مش بيتحركوا، واللي بيتحرك منهم يدوب بيفتح الكاميرا ويصور اللي بيحصل. انا محمد شرف بقدم محتوى علمي، لو مهتم بالنوع ده من المحتوى تابعني.